سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش ديروا إعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الأخبار. ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته 3 مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثاني بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وبنية تربية الأحياء المائية البحرية. وتبع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين لصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. وفي خبر آخر، أفادت وزارة التجهيز والماء أن أمواجا عاتية قادمة من الاتجاه الشمالي الغربي ستهم اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل السواحل الأطلسية بين رأس بارطل بطنجة وطرفايا، مع علو يتراوح بين 4 أمتار و6.5 أمتار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه من المتوقع أن تكون الارتفاعات أكثر خطورة على السواحل الأطلسية بين المهدية وأسفي خلال صباح وظهر يوم الخميس القادم. وأشارت إلى أن فترة المد العالي للبحر سيتراوح بين 2.9 متر و3.9 متر يوم الخميس بين الساعة 3:30 والساعة 4 في الصباح الباكر، وبين الساعة 3:50 والساعة 4:30 ظهرا. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن تتحسن الأحوال في السواحل الشمالية بدءا من صباح يوم الجمعة 31 يناير الجاري، والسواحل جنوبا ابتداء من صباح يوم السبت فاتح فبراير 2025.